السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. سألت ربعي قلت لهم ليش الطفل دائما يعيش سعيد؟ كانت الأجوبة متفاوتة. من ضمن الأجوبة أنه ما توجد مسؤوليات، يشعر بالأمن والأمان كون الوالد والوالدة عنده، ما يدرك حقيقة الأمور. كل هذه الأجوبة صحيحة، ولكن هناك أمر رئيسي يجعله سعيد دائما، وهو أنه دائما يعيش اللحظة، ما يفكر بمستقبل غامض ولا يتذكر ماضي لن يعود. 2. احرص على الصحبة المتفائلة، دائما خلك مع الأشخاص المتفائلين. الشخص اللي دائما يتذمر ابتعد عنه، بيصيبك بالكآبة. 3. تقبل اختلاف وجهات النظر مع الآخرين. هناك أشخاص إن اختلفت معاهم تجده يتذمر ويرتفع ضغط دمه ويعيش في كآبة وحزن، ليش؟ ما له داعي. 4. لا تعيش جو الكآبة من خلال ترديد الشكوى في الأمور اللي ترفع الضغط وتجيب المشاكل وتجيب الحزن. دائما حاول تفكر بالأمور الجميلة. 5. وهي مهمة جدا، حاول أنك تضع حد لرغباتك. دائما رغبات الإنسان تفوق الخيال، ولذلك عيش واقعك ولا تفكر وايد فوق. 6. لا تعيش دور المضحي وأنك أنت ضحيت وما حصلت حد يقدرك في هالدنيا هاي. دائما يقولون هذا الصنف من الأشخاص عدو نفسه، لا تعيش الهم هذا. 7. حاول دائما تفصل بين العمل وبين الحياة الخاصة. لا تعتقد أن الشغل ما يمشي من دونك، بيمشي وكان غيرك أشطر، يا واللي أحسن منك وراحوا والشغل مشى. لا تبالغ في تقدير أهمية الإجازة بحيث أنك أنت تربط سعادتك بالإجازة، طول الوقت تظل حزين وكئيب. ليش؟ والله الإجازة بعدها ما وصلت، غلط. 9. وهي جدا مهمة، تقبل الحياة مثل ما هي ولا تتذمر، ولو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. طبعا كل الأمور اللي ذكرتها وتجلب لك السعادة لابد أنها تكون مرتبطة بعلاقتك مع الله عز وجل، ولكن أنا ما طرقت هذا الموضوع لأن هذا أمر بديهي. في النهاية أتمنى لكم حياة سعيدة، وأعيد وأكرر استفيدوا من حياة الأطفال وتجاربهم، عيشوا اللحظة. دمتم بود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.